ناس كتير جدا بتنبسط لما بتلاقي دكتور الاسنان خلع ضرس العقل حته واحده، وبتقلق وبتخاف لما دكتور الاسنان يقطع ضرس العقل كذا جزء عشان يخلعه. ولكن خلينا متفقين ان ربنا ما خلقش الاسنان عشان تتخلع، وعشان كده بنحتاج ان احنا نفصل الجذور عن بعضها عشان نعرف نخلعها. وده اللي بيتسمى في الطب اتروماتيك اكستراكشن، ان احنا نخلع من غير ما نضرر او نعمل ضرر للانسجه المحيطه بالجذور او بالاسنان زي العظم واللثه. وده اللي بيحسن التئام الجرح بعد الخلع. او لو هنعمل زراعه ان الانسجه اللثويه والعظم يفضلوا في البوزيشن او في المستوى الطبيعي بتاعه. الموضوع بالظبط عامل زي لما تجيب شاشه تلفزيون وتيجي تعملها انبوكسنج، تيجي تطلعها من الكرتونه بتاعتها. عندك تو اوبشنز، يا اما انك تقطع الكرتونه فيظهر قدامك التلفزيون حته واحده سليم، وده اللي عاده احنا بنعمله، او ان احنا نقطع اجزاء من الكرتونه ونطلع التلفزيون حته حته. وده اكيد احنا مش هنعمله، بس مع ضرس العقل الموضوع مختلف. انا مهم بالنسبه لي الكرتونه، الانسجه المحيطه بضرس العقل، ان احافظ عليها قدر الامكان. مش فارق معايا ضرس العقل انه كده كده اصلا هيتخلع. واقول لك على السر ان الالم والورم بعد خلع ضرس العقل المدفون بيقل كل ما الاكسبوجر سايز كان اقل. المكان اللي احنا فاتحين عشان نخلع ضرس العقل منه يبقى حجمه صغير، وكل ما شلنا عظم اقل كل ما الالم كان اقل والتورم كان اقل. في الفيديو ده هنتكلم عن انواع واشكال ضرس العقل المدفون، امتى تخلع ضرس العقل المدفون وامتى لا، المخاطر اللي ممكن تحصل لو ما خلعتش ضرس العقل، او المخاطر اللي ممكن تحصل اثناء وبعد خلع ضرس العقل. هنتكلم عن طرق خلع ضرس العقل حسب وضعيته، بياخد وقت قد ايه، ودي حاجه بتختلف من شخص للتاني. التعليمات الخاصه اللي المفروض تعملها بعد خلع ضرس العقل، امتى بنحتاج اشعه مقطعيه على ضرس العقل قبل ما نخلع ضرس العقل، والحاجات اللي المفروض تعملها قبل خلع ضرس العقل تسرع التئام وتقلل الالم وتقلل فرصه التورم بعد خلع ضرس العقل. ودي اهم حاجه ممكن تطلع بيها من الفيديو. امتى نخلع ضرس العقل؟ لو ضرس العقل عامل مشكله او عملنا عليه اشعه لقينا انه هيعمل مشكله في المستقبل. طب ايه المشاكل اللي هيعملها ضرس العقل؟ حاجه من اتنين، يا اما التهاب في اللثه المحيطه حوالين ضرس العقل ويبقى بيتكرر كتير خلال السنه، او يعمل تسوس في الضرس اللي قبله. التهاب اللثه اللي حوالين ضرس العقل احيانا بيتحل مع التنظيف بشكل مستمر، ولكن التسوس اللي بيحصل ما بينه وما بين الضرس اللي قبله ده اللي بيخلينا نفقد ضرسين بدل ما نفقد ضرس واحد بس. بدل ما بنخلع ضرس العقل لقينا نفسنا بنخلع ضرس العقل والضرس اللي قبله، واحيانا بيسبب حساسيه في الضرس اللي قبله حتى بعد خلع ضرس العقل. طيب هل ممكن نخلعه وهو لسه بيتكون؟ ايوه، وده بيبقى افضل وضعيه لخلع ضرس العقل لو انا عملت عليه اشعه وعارف انه بعد ما هيتكون هيبقى مدفون وهيأذي الضرس اللي قبله. وقتها خلع ضرس العقل بيبقى اسهل كتير، لان الجذور لسه ما اتكونتش بشكل كامل بتاع ضرس العقل، العظم لسه بيكون سوفت، العظم لسه بيكون طري، فبيبقى خلع ضرس العقل بيبقى اسهل، وبالتالي الالتئام بيبقى اسرع، فرصه الالم والورم بتبقى اقل، ما احتاجتش اشيل عظم كتير عشان اخلع ضرس العقل. واخيرا انه ما لحقش يعمل تسوس في الضرس اللي قبله. طيب حاجه زي دي بنحددها ازاي؟ اول حاجه ان احنا نعمل اشعه بانوراما عشان نعرف هل ضرس العقل فعلا موجود عندنا ولا لا. الكلام ده على سن من 16 ل 18 سنه. على سن 18 سنه بعد ما نمو الفك خلاص وقف، مش الفك بتاعنا مش هيكبر اكتر من كده، بنشوف وضعيه ضرس العقل. لو هيطلع بشكل معدول ما بنعملش فيه اي حاجه، لو هيطلع بشكل مايل وقتها بنحتاج ان نخلع ضرس العقل. نتكلم بقى عن خلع ضرس العقل بياخد وقت قد ايه. دي حاجه بتختلف من شخص للتاني حسب وضعيه ضرس العقل. هل طالع بشكل عمودي وفي حته عظم بس مغطيه عليه، هل لا ده طالع بشكل بليك يعني داخل في الضرس اللي قبله، ولا لا طالع بشكل نايم بشكل كامل، ولا لا الجذور بتاعته جذر واحد او جذور عريضه او جذرين والجذور عريضه وفيها كيرفتشر انحناء فمعشقه في العظم. كثافه العظم برضو وقرب جذور ضرس العقل من العصب الرئيسي اللي بيغذي الاسنان كلها، دي من الحاجات اللي بتخلينا ناخد وقت اطول في خلع ضرس العقل. ودي من الحاجات برضو اللي بتخلينا نعمل اشعه مقطعيه عشان نشوف ضرس العقل بالنسبه للعصب الرئيسي الوضعيه بتاعته ايه، عشان نحدد بيها التكنيك او الطريقه اللي احنا نخلع بيها ضرس العقل من غير ما نجرح العصب اللي ممكن ينتج عنه بعد كده ايه، تنميل في نص الشفه الاماميه او نص اللسان. نتكلم بقى عن وضعيات ضرس العقل. هنتكلم عن اكتر 3 اشكال من ضرس العقل المدفون. اول حاجه الفيرتيكال امباكشن، او ان ضرس العقل يبقى طالع بشكل عمودي ولكن في حته عظم مغطيه فوق ضرس العقل، واللي عاده بيحصل معاه التهاب في اللثه اللي فوق ضرس العقل بسبب ان الاكل والبكتيريا بتدخل من تحت النسيج اللثوي ده ما بين ضرس العقل وما بين اللثه اللي موجوده اللي بتغطي ضرس العقل. طيب حاجه زي دي بنحلها ازاي؟ لو هو سوفت تيشو امباكشن يعني ضرس عقل مدفون بالنسيج اللثوي بس، فاحنا كل اللي احنا بنعمله احيانا بنحتاج نفتح حاجه بسيطه جدا في اللثه ونخلع ضرس العقل عادي جدا، واحيانا ما بنحتاجش اصلا. ولو كان في بوني امباكشن يعني في جزء من العظم مغطي ضرس العقل، وقتها بنحتاج ان احنا نفتح في اللثه حاجه بسيطه نشيل جزء من العظم حوالين ضرس العقل عشان نقدر نزق ضرس العقل ونخلعه بكل سهوله. احيانا بعد ما بنعمل كده بنلاقي انه لا الجذور برضو فيها كيرفتشر او في انحناء ماسك في العظم، وبالتالي بنحتاج ان احنا نعمل زي سيباريشن يعني نقسم ضرس العقل نصين ونطلع كل جزء لوحده. هدف
اللي احنا بنعمله ده ايه؟ ان يبقى اتروماتيك از بوسيبل. يعني ايه؟ يعني ان احنا نخلع ضرس العقل باقل ضرر ممكن للانسجه المحيطه لضرس العقل. تاني نوع عندنا وده من اشهر الانواع الميزيو انجل، ان ضرس العقل يبقى طالع بميل وداخل في الضرس اللي قبله، وده بيعمل تسوس في الضرس اللي قبله، واحيانا بيعمل التهاب في اللثه اللي فوق ضرس العقل. مشكله النوع ده ايه؟ انه احيانا لما بيبقى التسوس او التضرر في الضرس اللي قبله كبير يبتدي يتكسر منه حتت بسيطه، واللي بيوصلنا احيانا ان احنا بنخلع الضرسين. وده مهم جدا انك تشوفه بدري او تشخصه بدري وتخلعه بدري قدر الامكان قبل ما يأذي الضرس اللي قبله. طيب ده بنخلعه ازاي؟ برضه نفس الفكره، بنحتاج لو في جزء من العظم مغطي الضرس بنحتاج ان احنا نعمل خندق حوالين ضرس العقل عشان يبقى في سبيس او مكان او مسافه يتزق فيها ضرس العقل فنعرف نخلعه. واحيانا بنحتاج نشيل اجزاء بسيطه من ضرس العقل بالشكل اللي يخلي ضرس العقل يعرف يلف ويطلع من مكانه. نيجي بقى لثالث نوع وهو الهوريزونتال امباكشن، انه ضرس العقل يبقى طالع بشكل عرضي نايم، وهنا برضه هيعمل تسوس في الضرس اللي قبله. وده اكتر نوع ممكن نحتاج ان احنا نشيل معاه عظم، واكتر نوع بنحتاج ان احنا نقطع ضرس العقل. لو في جزء كبير جدا من العظم مغطي الكراون او التاج بنحتاج ان احنا نشيل جزء من العظم ده عشان نقدر نوصل للجذور. يعني بمعنى اصح لو ضرس العقل بالمنظر ده فانا بقسم الجزء التاج اللي هو طبقه المينا بالعاج، بنشيل الجزء ده نطلعه وبعد كده نسحب بواقي الجذور لوحدها نزقها لقدام ونشيلها من السوكت او المكان بتاعها. واحيانا برضو بنحتاج ان احنا نفصل الجذور عن بعض عشان نقدر نشيل كل جذر لوحده. طيب ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل بعد خلع ضرس العقل؟ هو احنا قلنا التنميل في الاعصاب اللي بتغذي سواء اللسان او نص الشفه، لكن فكره ان يبقى في الم ده طبيعي، فكره ان ممكن يحصل ورم بعد خلع ضرس العقل ده طبيعي جدا، عامل عمليه. ولكن الفكره في اللي انت بتعمله بعد خلع ضرس العقل، التعليمات الخاصه بعد خلع ضرس العقل اللي بتمشي عليه. كل ما حافظت على مكان الجرح نظيف كل ما الالتئام كان اسرع، الورم كان اقل، الالم كان اقل. للاسف ناس كتير جدا ما بتقدرش تلتزم بالتعليمات دي، واللي ابسطها ان القطنه اللي محطوطه لو عاملين خياطه ما نلعبش فيها، والقطنه اللي محطوطه نفضل عضين عليها لمده من ساعه لساعتين، مش كل شويه بنرجع نشيل القطنه ونشوف النزيف واقف ولا لا. ايه ده القطنه مبلوله انا محتاج اغيرها. ما انت كل مره بتشيل فيها القطنه يرجع يفتح تاني. لا اصل القطنه مبلوله فانا محتاج اغيرها واحط قطنه تانيه جديده. ثانيه واحده، هو انت منتظر من القطنه محطوطه في بقك انها ما تبقاش مبلوله ازاي؟ ما هو بقنا مليان لعاب وفي بلاد، في دم هيكون موجود مكان الضرس، ما هو الضرس مخلوع فطبيعي هتبقى مبلوله. الهدف انك تفضل عاضط على القطنه ساعتين كاملين من غير ما تتحركها، من غير ما تبص على المكان الجرح او النزيف وقف ولا لا. تدي فرصه للجسم انه يعمل الجلطه اللي تقفل مكان الجرح وتمنع البكتيريا انها تدخل مكان الجرح. لو عملت كده انا اضمن لك ان الالم اللي هيكون موجود قليل وفرصه الورم اقل. طبعا اكيد مش محتاج اني اقول لك ما تلعبش في مكان الجرح لا بصباعك ولا بلسانك ولا تف ولا تمضمض، اكلك كله بارد، اكلك كله على الناحيه الثانيه، تجنب انك تفتح بقك بشكل كامل، ما تتفش، ما فيش تدخين. التدخين بيأثر على الاوعيه الدمويه اللي بتغذي العظم والنسيج اللثوي، وبالتالي التئام بياخد وقت اطول. برضو موضوع المضمضه، بنقول ان ما فيش مضمضه في نفس اليوم بتاع الخلع. للاسف ناس كتير جدا بعد الخلع بتروح تمضمض بميه دافيه وملح ظنا منها ان الميه الدافيه والملح هيساعدوا في التئام الجرح، ولكن مش عايز اصدمك ان احنا المفروض بنعمل العكس. اول يوم دايما بنحاول ان احنا نخلي كمادات ميه ساقعه على مكان الجرح، لدرجه ان احنا بنجيب زي فوطه او تلجه او ازازه ميه ساقعه ونحطها على الخد من بره. ليه؟ عشان تقلل فرصه التورم اللي ممكن يحصل. من تاني يوم بقى ممكن نستخدم ميه دافيه بملح عشان تنظف مكان الجرح وتخلي الدم اللي رايح لمكان الجرح عالي، وبالتالي تغذيه عاليه واجسام مضاده واصله للمكان تحسن التئام الجرح. يبقى تاني اول يوم كمادات ميه ساقعه عشان نقلل التورم اللي ممكن يحصل. تاني يوم بنمضمض بميه سخنه عشان الاجسام المضاده والتغذيه اللي رايح لمكان الخلع تبقى عاليه فالالتئام يبقى اسرع. نيجي بقى للحاجات اللي المفروض تعملها قبل خلع ضرس العقل اللي تخلي الالم اقل والورم اقل والالتئام اسرع بعد خلع ضرس العقل. زي ما بنجهز الفك او الانسجه اللثويه قبل ما نعمل زراعه الاسنان، المفروض بنعمل نفس الكلام ده لما بنيجي نخلع ضرس العقل، ان اللثه نفسها او النسيج اللثوي نفسه ما يبقاش فيه اي التهابات او اي مشاكل. دي بشكل ما بتسرع التئام الانسجه اللثويه مع بعض. يعني مثلا لو عندي جزء في الجلد هنا متضرر او متهالك او فيه التهاب وجيت عملت عمليه وانا مش مضطر وعندي امكانيه ان انا ااجل العمليه، التئام الجلد هنا هيبقى اصعب. ليه؟ لان هو اصلا ملتهب. لكن لما يبقى الجلد هنا سليم وانا عملت جرح بسيط كده او فتحت فيه فتحه بسيطه عشان اعمل حاجه معينه ورحت مخيط، الالتئام هيبقى اسرع. طب ازاي الالتهاب اللي في اللثه ده يبقى اقل؟ بان احنا نستخدم فرشه كويسه وننظف حوالين ضرس العقل كويس جدا فتره كافيه قبل ما نخلع ضرس العقل. ان احنا نمشي على مضمضه علاجيه، وكنا اتكلمنا عن انواع المضمضه اللي احنا بنستخدمها في فيديو هتلاقوا اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن، عن انواع المضمضه، الانواع العلاجيه والانواع اللي احنا ممكن نستخدمها عشان بس تدينا ريحه نفس حلوه. من الحاجات الثانيه اللي احنا بنعملها ان احنا بنكتب بعض الادويه اللي بتقلل الالم والتورم بعد خلع ضرس العقل. بس كده. لو شايف انك استفدت، ده انا دعوه بظهر الغيب. لو عندك اي اسئله اكتبها تحت في الكومنت. اشوفكم الفيديو الجاي.